لا الحمد لله طيبة شوي. كان عندي التواء في المفصل من أول، لكن الحمد لله الحين أحسن الحمد لله. كنا شفنا دموع تسير في الملعب على الإصابة. لا 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 بسيطة، بس آلام بس يعني قوية. لقاء مهم اليوم بالنسبة لكم بالنسبة للناصر، لكن الأهلي ما شاء الله عليه في عنفوانه، وما زالت آثار نتيجة الموسم الماضي بإحراز البطولة واضحة على جماهير الأهلي وعلى لاعبين النادي الأهلي. والله الحمد لله. أول شيء يعني العام الماضي يعني كان كارثة بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره، 11 خسارة في الدوري. فالموسم هذا حبينا نبدأ من البداية إن شاء الله بإذن الله. إذا الفريق يعني يبغى ينافس على الدوري، دوري طويل، لازم أول شيء تكسب اللي في أرضك، وتحاول قدر المستطاع خارج أرضك يعني ما تخسر. يعني إذا ما فزت ما تخسر. قوة اللقاء اليوم فيش كانت تيسير؟ والله اعتقد يعني الحمد لله قوة النادي الاهلي دائما في جمهوره الكبير بصراحة. ما تبى تبين الأمور الفنية يعني؟ لا طبعا امور الفنية، يعني النادي يمكن الاهلي يمكن احنا الحمد لله مسكنا نص الملعب اكثر من النصر فريق كبير وعريق، يعني اعتقد يعني قدمنا مستوى مميز احنا ونادي النصر. توقع انه الاهلي يستمر، او هي بالتاكيد يطمح الاهلاويين على الاستمرار، ولكن انا بسال تيسير، توقعك انه الامر يستمر على ما هو عليه في ظل استقرار اللاعبين الموجودين، رغم انه انتم افتقدتم النجم مالك معاذ؟ والله طبعا احنا ناويين الموسم هذا نكون مختلفين عن الموسم وحاول ان شاء الله باذن الله حابين ندخل في منافسه. يعني النادي الاهلي من زمان ما حب، يعني ما دخل في منافسه. الموسم هذا والله يعني كل اللاعبين الجمهور الاداره يعني في رغبه ان احنا نروح ننافس. نتمنى لك بالتوفيق والحمد لله السلامه، وان شاء الله نلتقي فيك في لقاءات قادمه. شكرا. شكرا للكابتن تيسير الجاسم، مباشره زميلنا نايف مشهور ونجم اهلاوي سابق ونصراوي حالي. تفضل نايف. شكرا زميلي رياض، مباشرة مع مهاجم نادي النصر مالك معاذ. مالك بس تقدم معي شوية هنا عشان الكاميرا. مالك هارد لك الخسارة، واجهت صعوبة اليوم وانت تلعب للمرة الأولى أمام جمهور النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. صراحة يعني الواحد احزن صراحة انه بيلعب ضد جمهوره وفريقه السابق، لكن هذا حال الكورة. قدمت الشيء اللي يرضيني الحمد لله. كان ودنا نقدم شيء احسن من كذا، لكن هذا حال الكورة. لمسة وفاء من مالك معاذ بداية المباراة، اتجهت لجمهور النادي الأهلي لحظة ترديد النشيد الأهلاوي، قبلته أو وجهت لهم السلام بطريقة خاصة. جميلة تلك الخطوة مالك. والله جمهورنا ما نقدر نستغنى عنه صراحة، وقف معنا وقفات كثيرة، لكن أتمنى لهم التوفيق وهذا حال الكورة زي ما قلنا، لكن ما نقدر نستغنى عنهم، لازم نسلم عليهم ونشوف أحوالهم حبيبي. مالك إيش أسباب الخسارة اليوم؟ والله شيء طبيعي، شوف ضربتين جزاء يعني أثرت علينا. الضربة الأولى ضربة الجزاء أثرت علينا، وكمان جاتنا ثانية. ما ندري هي الأخطاء صحيحة ولا الله العالم. ما نتكلم عن الحكام، خلينا بعيد عن الحكام عشان العقوبة علي وعليك. لا ما نتكلم عن الحكام، أنا أقول لك ما أدري يعني هي صحيحة ولا خاطئة، ما ندري، لكن ضربتين جزاء استغلوها وتوفقوا هم، ونحن ضيعنا فرص وما توفقنا فيها، يعني جاتنا ما استغلينا الفرص. مالك بدأت تتأقلم مع أجواء الرياض العاصمة بالتأكيد وعلى فريق النصر؟ والله الحمد لله، يعني من ثاني يوم وحسيت أنا معاهم من زمان يعني. شكرا مالك. يا هلا ومرحبا يا هلا. كان ذلك حديث مهاجم فريق النصر مالك معاذ. انتقل مباشرة للزميل رياض المزي. رياض الكلمة لك. كابتن ياسر المسيليم. كابتن ياسر، نبارك لكم النتيجة، ما شاء الله عليك اليوم مستأسد في المرمى، الكرة مضمونة كانت للنصر في هدف، إلا اليوم إبداع من ياسر المسيليم. الحمد لله. نبارك لزملائنا ونشكرهم على الجهد اللي بذلوه، يعني الفريق كله ادى اليوم مستوى طيب. يعني انت شفت لما تكون عندك وسط قوي وهجوم قوي ورا ترتاح. الحمد لله احنا هذا اللي احنا قايلين، الحمد لله لعبنا مباريتين الان غير ما يولد في مرمانا هدف، وهذا اللي احنا نطمح له ان شاء الله، ان احنا نواصل انتصاراتنا في الدوري ان شاء الله. ايش سبب الطموح العالي في هذا الموسم ياسر؟ طبعا انت تعرف انت نهايتنا الموسم العام يعني بتحقيق بطولة، فالدافع لسه احنا موجود عندنا، والجهد اللي بذلته الإدارة ووقفة الجمهور معانا تجبرنا ان احنا ندي أقصى ما عندنا في الملعب. أقرب الخطوط لك الدفاع من أمام المحور اختلف كثير عن الموسم الماضي، بدأت أنت تحس بطمأنينة في المرمى من خط أمامك قوي ومن أمام أيضا محترف جيد؟ أول أنت شفت لو لاحظت المدافعين هم المدافعين ممكن تغير المحور، لكن القوة قدام. لو عندك احنا الدفاع حقنا يبدا من الهجوم، وهذا اللي احنا نقدر يعني نشوف الضغط من فيكتور وعماد ومن تيسير ومعتز مسهلين على المدافعين، لما تضغط قدام ورا ترتاح شوي. الحمد لله هي التسجيل كمان له دور، كمان لما تسجل تعطيك طمأنينة وتقدر تلعب براحة. تحية خاصة اليوم كانت لك من جمهور النادي الأهلي.
وعشان نشكرهم طبعا، تعودنا على هذا الشيء، احنا وقفه الجمهور هي اللي تقودنا لتقديم مستويات طيبه، ونشكرهم على حضورهم، وان شاء الله نشوفهم في مباراه نجران اكثر من كذا ان شاء الله. ممكن نشوف ياسر يعود للمنتخب من بسبب الاجواء الجميله في النادي الاهلي والروح المعنويه المرتفعه؟ والله الحمد لله انا موجود في المنتخب مع الفريق، يعني احنا 4 حراس مكملين لبعض، فاحنا نتمنى ان احنا نقدر ان شاء الله نخدم المنتخب السعودي وان احنا نوصل لكاس العالم ان شاء الله. نتمنى لك بالتوفيق كابتن ياسر، ونلتقي فيك ان شاء الله خلال لقاءات قادمه. على خير ان شاء الله، شكرا لك. شكرا للكابتن ياسر المسيليم. ننتقل مباشره لزميلنا نايف مشهور وضيف من نادي النصر، تفضل.